نجم اللقاء ومحرز هدف الفوز للنادي الاهلي كابتن عمرو بركات. كابتن عمرو، في البدايه برحب بك على شاشه اون سبورت وبارك لك. هدف يعني لك الكثير ومباراه كبيره جدا وتعني لك الكثير يا عمرو، والبطوله العربيه دي بالنسبه لك حاجه ثانيه خالص غير اللي فات. اكيد طبعا، يعني طبعا الحمد لله رب العالمين، ده توفيق كبير قوي من عند ربنا، يعني ان الواحد يكرمه ويكلل مجهود الفرقه يعني من اول الماتش، ان احنا كنا احق يعني بالفوز من اول الماتش يعني. بس الحمد لله ربنا شاء ان التوفيق يبقى ان انا احرز هدف في الوقت ده، فالحمد لله يعني فوز كبير هو ده يعني صعدنا بيه، فده كرم كبير قوي من عند ربنا يعني. الحمد لله ده بكلل مجهود زمايلي في الماتش، واحنا صعدنا، واي بطوله النادي الاهلي على طول اي بطوله بيدخل فيها بيبقى بينافس عليها وبيبقى عايز ياخدها، فاحنا ان شاء الله باذن الله نكون ده بدايه ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله باذن الله. الهدف الاولاني كان البدايه للنادي الاهلي، النهارده بتصعد النادي الاهلي، واقاويل كتير قوي يا عمرو الفتره اللي فاتت انك مش قاعد، انك مش ماشي، انك قاعد قصدي مش قاعد في النادي الاهلي، هتمشي هتنتقل هتروح اعاره. ليه توضح لنا الامور دي كلها فيها ايه؟ والله طبيعي طبعا، يعني عشان انت مش بتشارك الفتره اللي فاتت، فده طبيعي ان الناس لازم هيبقى فيه كلام، هيبقى فيه عمرو قاعد عمرو ماشي الكلام ده كله، بس الله الحمد لله الواحد بيصبر وبيتمرن وبيعمل اللي عليه، وبعدين ربنا هو اللي يعني بيبقى عنده توفيق بقى، فهو بيوفق في الاخر، وبعدين انا بسيب ربنا هو اللي بيسير الامور، بيشوف الدنيا هتمشي على ايه، وان شاء الله خير باذن الله. الواحد بيحاول ياخد مكان، بيحاول يثبت نفسه، ومستني الفرصه ان شاء الله تيجي باذن الله. كل الظروف اللي حصلت الفتره اللي فاتت، النتيجه الاولانيه في ماتش الخساره في الماتش الاولاني امام الفيصل الاردني، نتائج الفرق الاخرى ساعدت النادي الاهلي اللي هو يتاهل. هل ده يعني علامه كده النادي الاهلي هيحصل على هذه البطوله؟ والله ان شاء الله نتمنى احنا نحصل على البطوله باذن الله، وحاجه تزيد لرصيد النادي الاهلي. طبعا هو مش يعني على طول بيلعب على البطولات، وده برده كرم من عند ربنا كبير، ان احنا تعبنا برده الماتش الاولاني بس ما كانش فيه حظ، ضيعنا فرص كتير، والحمد لله ركزنا الماتش الثاني، وعشان تعبنا فربنا بيوفق يعني، وبيظبط لك وبيهيئ لك الظروف يعني ان شاء الله. اخيرا وسريعا عمرو، تقول ايه المتعب بعد الكعب اللي عمله لك ده؟ لا كابتن عماد متعب يعني الواحد ليه شرف ان هو يعني بيلعب معاه في نادي واحد، على طول كنت بتفرج عليه وبتعلم منه حاجات كتير، ولما كمان جيت اتعاملت معاه شخصيا من الشخصيات المحترمه جدا 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 يعني، اللي الواحد بيحبها جدا وبيتكلم معاها على طول، وهو على طول بيتكلم معايا وبيديني نصايح كتير، فسبحان الله يعني هو اقرب واحد ليا اللي بيتكلم معايا ويديني نصايح كتير، هو الحمد لله اداني الاسيست النهارده، فكانت فرحتي كبيره جدا يعني الحمد لله. عمرو بشكرك والف الف مبروك. ربنا يخليك، الله يبارك فيك.